زهقت من القعده في البيت في العيد. الملل والزهق ده انا حافظاه كويس، كل عيد لازم اقضيه في البيت، انا مش هستحمل، لازم اتصرف، وانتوا كمان لازم تتصرفوا. لو كتب عليك انك تقضي العيد والاجازه زي كده في البيت، فعليك اتباع هذه الخطوات. هنكلم صحابنا اللي قاعدين زينا في البيت ونتفق نتجمع عند حد فينا، وممكن ندخل المطبخ سوا ونعمل اكله جديده مع بعض، وغالبا بيحصل مواقف وحاجات تضحك في النص. هنحضر كام لعبه كده نلعبهم مع بعض، كوتشينه، مونوبولي، مين قال، اللعب الهبله كده دي، او حتى نعمل تيك توك مع بعض، اي حاجه تضحكنا واحنا قاعدين. بالليل ممكن نشوف فيلم مع بعض مع شويه سناكس كده لزوم القعده. طيب نفترض مثلا انك ما عندكيش صحاب، عادي على فكره، هتعملي كل اللي قلنا عليه ده بس لوحدك. اهم حاجه ما تستسلميش لقعده الكنبه. الاجازه طويله وممكن تقضي الايام اللي باقيه مع اهلك، فرصه ترجعي العلاقات ما بينكم اللي اتقطعت بسبب الشغل وزحمه الحياه. اسالي على قرايبك واصحابك اللي بقالك سنين ما شفتهمش، وطبعا نامي على قد ما تقدري، لان الاجازه هتخلص وهترجعي تندمي على الاوقات اللي انت ما نمتيش فيها. ممكن بقى تقضي بقى اجازه العيد مع نفسك، يعني تشوفي الحاجات اللي متلخبطه في حياتك وترتبيها، اي حاجه مزعلاكي وتشوفي هي كانت السبب فيها ايه، روقي اوضتك، رتبي افكارك، رتبي اي حاجه، واهم حاجه تاخدي قرار في كل حاجه متاخره. وبرده ممكن ترتبي الايام وتشوفي هتبداي باهلك ولا صحابك ولا نفسك. لو عندكم اي اقتراحات ازاي نسلي نفسنا في اجازه العيد واحنا في البيت، اكتبوها لي في التعليقات.